بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفل افتتاح مشروع مؤسسة عكاظ ميديا للإنتاج الفني والإعلامي. بداية أغتنم هذه الفرصة أو أهتبلها لأعبر وأجدد التعبير لأخي وصديقي وزميلي علي سعفان بخالص المتمنيات والتبريكات في لنقل مولوده الجديد ومشروعه الإعلامي، سائلا المولى عز وجل أن يفتح له أبواب الرزق والبركة والخير. وقد صدق فيه قول الشاعر البحتري: طلوب لأقصى غاية بعد غاية، إذا قيل يوما قد تناهى تزيد. حتى لا أطيل، خير ما نفتتح به هذا الحفل البهيج آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعنا القارئ الأستاذ إدريس أبن عسى، مؤذن مسجد السنة بالقنيطرة. تفضل أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن
الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أستاذ إدريس، وعطر الله أنفاسك وشكر الله لك. إذن الحضور الكريم، الآن نطلب من الأستاذ أن يلتحق بمكانه، وأطلب أيضا من أخي وصديقي وزميلي علي محمد سعفان أن يلتحق بنا ليقدم كلمة عن مشروعه الجديد، وأيضا عن مساره منذ البدايات إلى هذه اللحظة التي نحن بها الآن وبصددها. مرحبا سعفان. بداية خذ راحتك، المكان مكانك في الدار دارك كما نقول، نتخلاوش فيه على الرسميات طبعا، أننا في جو عائلي وأصدقاء إلى آخره. نبغيو نتعرفوا في البدايات على سعفان الإنسان، قبل سعفان الطموح اللي شق مساره منذ سنوات بحثا أو في مسار إثبات الذات، وفي مجال الصحافة والإعلام والمجال الفني أيضا. سعفان هو شاب يعني كجميع الشباب المغاربة. صحيح أننا الحمد لله اليوم وصلنا إلى مرحلة جيدة يعني راضون عنها شخصيا والحمد لله، ولكن القصة بدأت كشاب عادي يعني من مدينة القنيطرة. بدأ رحلته بنوع من الطموح، وكنت يعني يعني بائع فواكه يعني يعني كنت كبائع فواكه. انطلقت من هذه الرحلة، كنت أبحث دائما عن ذاتي في الصحافة والإعلام حتى منذ الطفولة، يعني حتى منذ 8 سنوات كنت أنصت إلى الراديو، إلى التلفازة والرسوم المتحركة إلى غير ذلك. فأثارني هذا المجال، ودرست دراسة، وكل شيء يعني في بالي هو أن أصل إلى أن أكون إعلاميا. وصلت إلى المرحلة الجامعة، وكان لابد أن أختار المسار، يعني إما أن أذهب في مسار الجامعة، وإما أن أختار يعني الذهاب إلى الإعلام. فتعرف كنت قد اجتزت يعني ليزيك، لكن لم أوفق، فكان علي أن أجمع يعني الفلوس وكذا باش ندخل. كان الذي اقترح هو أنني نخدم مع الأخ ديالي في داكشي العطرية إلى غير ذلك، لكن الأمر ربما كان يعني ليست فكرة جيدة، وما غاديش نجمع هذيك لاصوم ديال 30,000 درهم باش تدرس. فكان علي أن يعني أشمر عن أكتافي، وخديت 3 أشهر ديال الصيف مجتمعة، وبدأت أكد وأجتهد من أجل أن أدرس في معهد خاص. فبدأت في يعني صراحة بعت كل شيء، يعني انطلاقا من الفواكه، التين الشوكي إلى غير ذلك. فإلى حدود، وهذه قصة عجيبة سبحان الله، إلى حدود يوم قبل أن يعني أذهب وأتسجل في المعهد كانت تنقصني تقريبا 2000 درهم. كانت لدي صديقة في الأردن، وكنت قلت خلاص يعني راه ما غاديش نمشي نتسجل في هذاك المعهد. فكنت حينها يعني قد اشتريت مايك احترافي، وقالت لي راه بغيت يعني بصوتك هذه القصيدة هذه، كانت هي شاعرة. فبديك 2000 درهم كملت هذيك لاصوم ديال 30,000 درهم. ومن هناك انطلق المسار. وجدت نفسي في معهد محمد طلال رحمة الله عليه، والذي شجعني وأنصت إلى قصتي ورأى الطموح في عيني، وشجعني كثيرا. وحصلنا الحمد لله على الإجازة لمدة 3 سنوات، وهناك انطلق المسار سيدي. طيب المسار يعني لم يكن بالهين، وهي رحلة عصامية، وأنت شخص عصامي، وهذه شهادة نظرا أني عرفتك في فترة مهمة وفي يعني نقطة تحول في مسار علي سعفان. كيف جاءت فكرة مؤسسة عكاظ؟ أولا بداية أصل التسمية أو لا فكرة التسمية عكاظ. هو كما نعرف كنت أشتغل كثيرا، يعني لما أصبحت في مجال التعليق الصوتي خصوصا
بدأت يعني في الخليج العربي، وكنت أشتغل كمعلق صوتي هناك. و يعني بعد تجربة في التعليق الصوتي قلت لماذا أنشئ مؤسسة يعني افتراضية لديها موقع إلكتروني إلى غير ذلك. فاخترت يعني أن يعني سوقي المفضلة هي السوق الخليجية، فجاءت تسمية على عكاظ يعني تاريخي سوق شهير، يعني كنوع من القرب لهذه السوق الخليجية، فسميتها يعني عكاظ ميديا. ويعني كان لدينا مقر آخر في الدار البيضاء، والآن الحمد لله قد وصلنا إلى مقر ثاني في القنيطرة. طيب، بغينا يعني بطاقة تعريفية على مؤسسة عكاظ، الخدمات اللي الطموح، أيضا الخدمات اللي يعني مساعد أنها تقدمها لكل مهتمين بمجال الفن ومجال الإعلام إلى آخره. صحيح، هو عكاظ ميديا هي بنفس الخدمات التي كانت لديها سابقا. الأمر الذي يختلف هو أن هناك تجربة شخصية كنت قد مررت منها، وربما أحدثت تجديدا في شخصي، وأيضا في يعني التجربة الخاصة بعكاظ ميديا. اليوم السينما هي جزء مهم جدا في التجديد الخاص بعكاظ ميديا اليوم. كنت قد مررت بمرحلة صعبة، كان علي أن أذهب إلى البادية وأجلس هناك لمدة تقريبا 2 سنين. في هذه المرحلة حاولت أن أجلس مع ذاتي، أرتب أولوياتي، أتصالح مع ذاتي أكثر. فكنت أحمل كاميرتي وألتقي الناس البسطاء وأصور قصصهم، أنصت لحكاياتهم. فوجدت نفسي صحيح أن الصحافة هي شغفي الكبير والذي درست فيه، والمسار الأكاديمي الذي الحمد لله اليوم نصل إلى مرحلة جيدة. لكن وجدت السينما والكاميرا خصوصا في بعدها يعني الفني السينمائي، وجدت نفسي يعني أعد بعض الأفلام الوثائقية. فمحور التجديد في عكاظ ميديا اليوم هي بنفس الخدمات: التصوير الفوتوغرافي، التسويق، صناعة الفيديو، الإشهار، دونك جميع هذه المجالات. لكن التجديد اليوم هو في أن السينما أضحت جوهرا يعني مهما في الانتصار للإنسان أولا. فالإنسان أولا هو يعني موضوع عكاظ ميديا اليوم، الإنسان أولا. نعم، نتنبأ يعني أن تكون يعني مؤسسة عكاظ هي قبلة لصناع المحتوى بالتحديد، نظرا للمؤهلات يعني الإمكانيات اللي وفرتها رفقة الطاقم والفريق اللي شارك معك، أيضا مشكورين أيضا على مجهودهم الكبير. كيف نظرة مؤسسة عكاظ ونظرة سعفان لمستقبل صناعة المحتوى في المغرب، خصوصا بالاعتماد على الطاقات الشبابية؟ طبعا هم الشباب عنصر مهم جدا في العملية الإبداعية الخاصة بعكاظ ميديا، خصوصا أن حتى في طلبة مثلا في الجامعة ونحن ندرس، ويحضر معنا الأستاذ الموساوي، وهو يعني أكاديمي يوجهنا ويسهر كثيرا على أن نكون يعني نهتم بالسينما أكثر. فالشباب محور الانطلاقة الجديدة، خصوصا أن حتى الفريق شاب، الفريق ديال عكاظ ميديا، وهو مهتم بالشباب أيضا، لأن هنا ستكون ورشات في الإخراج، في صناعة المحتوى، في الصوت، في يعني في السيناريو، في التسويق يعني، وفي صناعة المحتوى. فهي مؤسسة نعم، لكن أيضا كما قلت يعني الشاب هو جزء من هذه الانطلاقة. نعم. طيب، رسالة توجهها لكل من يريد أن يتعامل مع مؤسسة عكاظ، وأيضا الخدمات التي ممكن أن توفر لصانع المحتوى أو المهتم بهذا المجال. صحيح، هو المهم أننا سنحاول ما أمكن قدر الإمكان، لأننا لا يمكن أن نقدم وعودا، لكن عكاظ ميديا هي تتحدث عن نفسها. وقد اشتغلنا الحمد لله مع مؤسسات كبرى، اشتغلنا مع إنفينيكس، وهناك فيديو قد حضرناه إن شاء الله سنعرف بعكاظ ميديا من خلال أعمالها. فالمهم أن يأتي صانع المحتوى وسيجد مكانا سيبدع فيه، سيجد مكان سيبدع فيه،
وإن شاء الله نكون معه حتى يوصل رسالته التي يريدها، سواء انطلاقا من السينما أو من صناعة المحتوى أو السوشيال ميديا أو ما هو أكاديمي، فنحن على رهن الإشارة. نعم. أختم معك بالطموح ولا بالغاية ولا الخطوة المقبلة استعفاء انطلاقا من مؤسسة عكاد؟ مؤسسة عكاد في المستقبل إن شاء الله ليست مجرد مؤسسة عادية، وإنما هي ستكون مؤسسة خاصة يعني بصناعة السينما والتسويق إلى غير ذلك، لكنها أيضا في المستقبل إن شاء الله هي معهد، ستكون إن شاء الله بإذن الله معهد للعودة إلى ما كنت سابقا. كما قلت لك، لا أريد أن يبقى ذلك البائع الفواكه الذي يحمل طموحا وغاية كبيرة أن عليه أن يعني يجمع مثلا يعني ما هو مادي كبير جدا من أجل أن يوصل رسالته بطريقة معينة. سنوفر له مكانا إن شاء الله ليبدع فيه وليدرس فيه ما يريده، وإن شاء الله سيكون يعني بالمجان بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك. لا تفوتني أن أشكر كل من حضر، يعني شكرا جزيلا لكم على الحضور، وشكرا للجميع. هناك من يلتحق حاليا. شكرا لكم جميعا، لأن الإنسان يشعر بحب الناس عندما يكون بينهم، وصراحة حب كبير جدا، لأننا حضوركم يعبر عن مدى حبكم لي، فشكرا جزيلا كل باسمه. شكرا جزيلا لكم. شكرا. نتجاوزوا الى نتقدموا في الحوار ديالنا دائما في اطار حفل افتتاح مؤسسه عكاد. نبغي نستقبل الاستاذ محمد الحجوي، المحلل الرياضي وصانع المحتوى الرياضي. تفضل. صناعه المحتوى الرياضي عندها لمسه خاصه وعندها طابع خاص وعندها رؤيه خاصه. نبغي نتعرف بدايه على محمد الحجوي، البدايات ديالو في المسار الى نقطه اليوم، وكيفاش جات الفكره ديال صناعه المحتوى والتخصص ما هو رياضي. فاول حاجه شكرا لك على هذا السؤال اللي من طبيعه الحال رجعتيني بواحد القصه كنت عشتها، اللي نطلب الاذن من خويا علي ونبارطاجيها، حيت شي حاجه اللي كنت محتاج ليها في البدايه ديالي. واحد النهار من بعد الخيبه كيف ديما ديال الكان، غادي نبدل الجو ونمشي لمكناس نسافر. كنت هنا في قنيطره، كنت في سلا، غنسافر نمشي لمكناس. كنتشيكي البواط ايميل كنلقى باللي علي سعفان كيقول لي خويا الحجوي عندي واحد القناه بغيت واحد البيبليسيتي، واحد الاشهار. انا قلت راه شي حاجه اللي زوينه نحركوا بها شويه الناعور، راه بادره ديال الخير. قلت له خويا علي راه مرحبا، وغير عذرني راني دابا مسافر، ارجع من السفر وديك الساعه يكون خير. قال لي فين؟ قلت له راني في مكناس. قال لي وديت انا راه كاين دابا في مكناس، هو كان في مكناس. قلت له صافي راه شي حاجه اللي مزيانه نتلاقاو ونهضروا. تلاقينا، درنا قهوه، كان الاخ علي وكان الاخ محمد المخروبي. وهذيك اللقاء كان هو اول مره نتلاقى مع شي ناس اللي في هذا العالم ديال الويب، اللي كانوا هما ديجا بداو وانا كنت يلاه بديت، وما عنديش تقريبا واحد الكونتاكت ديال الناس اللي في هذا العالم هذا. جلسنا درنا واحد شويه، كلينا، شربنا مسائل، وكنشوف في الدراري واحد الحاجه اللي كنت محتاج ليها، وهي عندهم واحد الرغبه انهم يوصلوا. وانا ديك الساعه البدايه ديالي ما كنتش معروف بزاف، وكنت محتاج لواحد الدراري اللي عندهم ديك الرغبه كنشوفها فيهم، عندهم ديك الطموح وعندهم ديك الافاق، كيفكروا بعيد. وانا ديك الساعه كنفكر تقريبا قريب، كنفكر حدا رجليا الكانساله، خصني نرتاح شويه الى اخره. كنشوف الدراري وجلسنا كنناقشوا في الليل، كل واحد كيعطينا واحد النبذه على شنو باغي والتصور ديالو فين باغي يوصل. وسبحان الله الاخ محمد المخروبي داك التصور ديالو راه غادي فيه تبارك الله. وسعفان علي دابا انا كنشوف داك التصور اللي كان كيبارطاجيه احنا جالسين فيه دابا. وهاد الحاجه اللي كانت بالنسبه ليا كنت محتاج ليها اكثر ما هو مادي. وتانا رجعت بواحد لانسبيراسيون اللي كانت كبيره على انه نزيد نطور من داك الشيء اللي كندير. اهم نقطه كان كيقول لي علي، كيقول لي ما تفكرش بانك خسرتي فلوس ماتيريال، بل فكر بانه استثمار.
والحمد لله كنشوف الاستثمار ديال عالي، شي حاجه اللي كانت فكره، والحمد لله هو وصل ليها، وأنا خديت نفس الفكره ونفس المبدا، والحمد لله بقى الاستثمار غادي، الطموح غادي، كتفكر ديما تطور من ذاك المحتوى اللي كتقدم، سواء بماتيريال سواء بدورات تكوينيه، باش كتكون راس المال لا مادي والمادي كيكون منسجم فيما بيناته، والحمد لله مشات مزيانه. وكاين اللي يسول واش الاشهار درناه ولا لا، ملي شد داك الطموح الاستفاده من عالي من خلال الشعور ديالو والطموح ديالو، فكان اشهار ولكن كان مجاني، وكانت هذيك الدفعه ديال الانطلاقه، والحمد لله كانت مزيانه. أستاذ محمد، صناعة المحتوى الرياضي في المغرب أمر فيه بزاف ديال الوجوه اللي كنشوفوها، ولكن أنك تصنع التميز في المشهد أمر قليل اللي ينجح فيه، منهم محمد الحجوي. كيفاش كتشوف المشهد بنظرك الخاصة كصانع محتوى رياضي، وخصوصا البعد عن الشعبوية؟ كنعرفوا أن اللغة أو كرة القدم هي لغة شعبية، فبالتالي ضروري من بعض الامور الشعبويه اللي كتدخل في اطار التحليل الرياضي، في اطار التعامل مع المباريات الجماهير الى اخره، ولكن انك تحافظ على لغه معينه، على جوده معينه، بعيدا عن الشعبويه او بعيدا عن اللغه السوقيه الى اخره. كيفاش قدرتي تحافظ على هذه المعطيات هذه، وكيفاش كتشوف المشهد بنظرتك الخاصه لصناعه المحتوى الرياضي؟ ففي البدايه شخصيا ملي كنت يلاه بادي، اول حاجه واول دافع خلاني نبدا، وهو انا من الناس اللي كيبغيو المنتخب بواحد الشكل اللي كبير. وكنت ملي كندخل مثلا الاعلام الرسمي شنو كنلقى العالم الرياضي كيجي من الحد لحد، وكتلقى ديك البلانيت فوت اللي كانت كتجي من 2 وصافي، ما كاينش شي حاجه اللي مثلا كتقلب عليها وتاخذ منها داك الشيء اللي بغيتي، في ظل انه كان عندنا الويب موجود، ولكن ما كانش فيه داك الشيء اللي انا بالنسبه لي ذاك الوقت ما كنتش كنلقى فيه داك الشيء شنو بغيت. يعني كنلقى ما هو رسمي، وما هو رسمي دائما ما كتشوفش داك الشيء اللي فيه الراي والراي الاخر. دائما عندهم تقريبا واحد الخط التحرير اللي كيحترموه، خصهم يحترموه وتمشي عليه ديال المؤسسه اللي انت منتمي ليها. فكنت كنشوف بانه كاين خصاص، كنت نمشي كنقلب في الراديو من طبيعه الحال، كنلقى في الراديو داك الشيء اللي شويه كنحس به بانه كيشفي الغليل ديالي ولو جزئيا ونسبيا، ماشي بديك الدرجه الكبيره. فقلت علاش حنا ما تكونش عندنا مثلا في الويب شي واحد اللي يعطي رايه، سواء يكون شي مره صحيح سواء شي مره يكون مختلف، وهذا عادي جدا. قلت نقدر ناخذ المبادره وتبدا تكون هذه البدايه. فالفكره بدات بحال هكا، وكانت البدايه بحال هكا، والتحديات اللي كانوا في الاول ما كتفرجها في راسك، وهذا عادي. ولكن من بعد الحمد لله بديت كنحس بانه واحد الناس عندهم تقريبا نفس الشغف ديالي والحب ديالي، بداو كيتجمعوا، والامور مشات بحال هكا. الحمد لله دابا ولينا واحد الاسره اللي عائله كبيره كتتبع المنتخب، ومن خلال هذا المحتوى اللي كنقدم. شنو النصيحه ديالك اللي تبغي تعطي لاي واحد باغي يدخل مجال صناعه المحتوى الرياضي؟ فاول حاجه انا دائما كنشوف واحد المعطى اللي كاين في العالم ديال الرياضه وفي الاعلام الرياضي بالخصوص، وهو انا كنشوف باش تنجح مثلا في الرياضه وسيرتو في الكره، هو تكون باسيوني بالكره، اللي هي تخلي لك يكون عندك واحد الباجاج كبير انك تهضر به. حيت مثلا كنشوف كاين البعض والله يحسن العوان كيدخل مثلا العالم ديال الاعلام الرياضي، وكيكون الهدف واضح، هو انه الله يحسن العوان يقلب على خدمه، ولكن في الواقع الكره كتهضر بالاحاسيس ديالك، كتهضر بالمشاعر ديالك، كتهضر بقلبك. الا كنتي متصنع غادي يبان متصنع، الا ما كانش عندك باجاج واحد الخلفيه، سواء حب ديال واحد الفريق معين ولا منتخب معين، ما تقدرش انك توصل شي حاجه اللي بعيده على الهضره اللي هي الاحاسيس. راه شي مره ما كنهضرش كنبقى جالس، كاين اللي كيحس بيا دابا حاليا كيبارطاجي واحد الصوره ديال اللي داير بحال هكا فيها احساس، هذيك في حد ذاتها احساس مناش راجع من هذيك الروح اللي دايزه، وهذيك اللي دايزه كنظن ان هي الباجاج اللي خص يكون عند اي واحد قبل ما يدير واحد المجال معين في اي مجال، مثلا سياسه، سينما، رسم. كل ما كان الاحساس محطوط في ديك الحاجه اللي باغي تحط، راه غادي توصل باحساس بلا ما توصل بشي حاجه اخرى. نعم، انا مضطر اني نغتنم الفرصه ما دام عندك معنا اليوم باش تكلم لنا على رايك الخاص في المشاريع اللي دخل فيها المغرب في اطار يعني البنيه التحتيه الرياضيه واعاده التاهيل ديالها والبناء من جديد ديال مجموعه ديال الاوراش الرياضيه،
يعني قراءتك الخاصة طموح المغرب في أنه يفوز بكأس أفريقيا. هو بالنسبه للاوراش اللي دابا المغرب كيصار على البناء ديالو، فشي حاجه اللي كنا من طبيعه الحال محتاجينها، خاصه دابا داخلين على مشاريع كبيره من الكان من كاس العالم. فالمغرب خصو يمشي للمصاف ديال الدول اللي استضافت كاس العالم مثلا، اللي هو الريال الكبير اللي عليه رؤيه ديال العالم كامل وخصك تنجح فيه. ومثلا قطر كيفاش سوقات البلد ديالها على انها دوله متقدمه في البنيه التحتيه الى اخره، فرجعوا لديك الرؤيه اللي كانت عندهم قبل في واحد الوقت اللي كنا كنقولوا واش يكونوا موجودين ولا لا. في الوقت اللي كان عندهم داك الشيء مجسمات على الطاوله ماشي على الواقع، حنا دزنا من ديك المرحله. والحمد لله كنشوف دابا حاليا بعض الملاعب هي قريبه توجد، والوتيره ديال الاشغال وكذلك التصميم والهيكله ديال الملاعب، فاش حاجه اللي كنا محتاجينها اللي من بعد تكون مكتسبه للمغرب سواء في كاس العالم ولا من بعد كاس العالم. بالنسبه للطموح فكبر، وكذلك حتى الجمهور المغربي في واحد الوقت اللي كنامنوا بديك المقوله ديال ولعبنا كره كذا. دابا الطموح كبر ولا كل شيء راه دابا باغي يكونوا نتائج، وما بقاش الطموح مقتصر فقط على المشاركه اللي كانت شحال هذه. الطموح كبر ونتمنوا على انه يستمر باش يكون تتويج في هذا الكارليج. صحيح، نتمنى لك التوفيق محمد الحجوي، شكرا بزاف انك شاركتينا التجربه ديالك وشاركتينا الرؤيه ديالك من مجال صناعه المحتوى في المغرب. شكرا لك. نواصلوا نواكبوا ايضا مجموعه من محاور الخاصه بحفل اليوم. نطلب من الاستاذ محمد اي تهمو، الاستاذ الجامعي انا يلتحق بيا لكي نناقش وحضرش. تفضل يا استاذ محمد. هذا تواضع منك يا استاذ. مرحبا استاذ محمد. السلام عليكم. استاذ محمد هو استاذ باحث ولا شي حاجه بعديك؟ لا ابدا. استاذ باحث منفذ افلام وثائقيه. مرحبا بك استاذ محمد. بغيو الرؤيه الاكاديميه والنظره الاكاديميه لصناعه المحتوى الوثائقي في المغرب كيفاش كتشوفها، وايضا قبل بطاقه تعريفيه بسيطه على الاستاذ محمد على المسار ديالو الاكاديمي والمهني ايضا. بعدك خير. السلام عليكم. علي يا علي، انا راه واخد طومبو ياك بعد ما مشيت لي حتى لسيدي بالنور خديته عاد جيت باش تصحاب الهضره. علي وكاني اعرفه سنوات، يعني الا زعما الاستغراب هو ان علي عرفته دابا تقريبا شهر ونص ياك، ولكن وكانها منذ الميلاد ياك. كنا كقلوب نقول لك الارواح جنود المجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكرون فتعارفنا فائتلفنا. بخصوص هذه المفاجاه العجيبه اللي دار ديال الوثائق، ولكن تنتحسب من بعد. محمد ايتم وادي، سكن مدينه القنيطره، درست بهذه المدينه. الاصل من سيدي حي الغرب على بعد كيلومترات قليله. درست المجال السينما بعد ان درست الانثروبولوجيا، حاصل على الدكتوراه في الانثروبولوجيا، ولكن السينما خلصت عليها. حنا خلصنا الفلوس باش قرينا. عملوا في مجال السينما والافلام الوثائقيه تقريبا ما يزيد عن 15 سنه تقريبا في المجال، منذ البدايات يعني الافلام ومجموعه من القنوات، يعني ليس المجال ولكن هي تجربه قصيره مقارنه يعني مع ما مر بالناس العظماء اللي فعلا خدموا في المجال. حنا لازلنا يعني نتلمس طريقا يعني في هذا المجال الانتاج تاع السينما والافلام الوثائقيه، بخصوص يعني الفيلم الوثائقي او الانتاج السينمائي يعني اكاديميا، يعني حاليا خلال هذه السنوات مقارنه ما عشناه نحن. يعني راه فاش كنتكلموا على ما عشنا حنا في الفتره ديالنا، راه كنتي كتاخذ البكالوريا راه وتتمنى انك دير شي تكوين تاع السينما وكذا، لا بد ان تزحف له زحفا نحو رجاجات او خارج البلاد. الان اصبح على بعد خطوات منا في جامعه بن طفيل وجامعات كثير، يعني راه بالنسبه كثير يعني تتاح لي فرصه في التحدث مع الطلبه يعني في الفصول الدراسيه، وانا ادرس في الجامعه هذيك بعد ان درست فيها. ارد لها بعد الجميل. انا فاش كتحس انك قريتي في واحد الجامعه وترجع تدرس فيها كتدرس بشغف. كنقول لهم عندكم فرصه اللي هي كبيره فعلا، لان عندما المجالات تاع الصناعه خصوصا في المجال الابداع والفن،
عندما يطرقه يعني طريق الأكاديمي ويطرقه طريق المعرفة يعني تصبح مؤتتة بشكل صحيح، لأن ما ينقص فعلا الإنتاج سواء السينمائي أو الوثائقي أو حتى صناعة المحتوى. لأنه حنا على المناسبة يعني ابن طفيل يعني الجامعة راه فيها كثير من التكوينات في الإطارات تاع صناعة المحتوى، وبدأت يعني كاين كثير من الطلبة أصبحوا خريجين لهذا المستوى. يعني أصبح الدخول الأكاديمي ودخول الجانب المعرفي في تأتيت التكوين ديال صانع المحتوى أو الممارس داخل الفضاء السينمائي أو الفيلم الوثائقي، يعني أصبح يعطيه تلك الدفعة الممارسة ومع المعرفة الأكاديمية. بالتالي أصبح مهما جدا يعني التحفيز يعني الشباب وتحفيز حتى من هم ممارسين مهنيين على أن يلجوا مرة أنهم أو يحظوا بفرصة تاع التكوين في المجال الأكاديمي أو التكوين في المجال المعرفي في هذه المجالات هذه. طيب أستاذ محمد، كيفاش كتشوف يعني مجال صناعة المحتوى الوثائقي في المغرب؟ وأنا شخصيا عندي عتاب خاص لأهل الحرفة والصناعة في الصنعة في المغرب، لأنه عندنا واحد المد مشرقي كبير جدا من ناحية الإنتاجات الوثائقية اللي يغطي على الإنتاج المغربي. وكتعرف أن هذه البلاد هذه هي ولادة وتاريخها كبير في جميع ولا في شتى المناحي، ولكن من ناحية إبراز هذا المنتوج وهذا الموروث من الناحية الثقافية انطلاق من مد آخر نسميوه بين قوسين غربي أو لا مغربي، يعني خلق التوازن ما بين المد المشرقي اللي كان يعني نستهلكوه كنت نشربوه، ما كنشوفوش كاين واحد التوازن كبير. كيفاش كنشوف المجال بشكل عام وهذه النقطة بالتحديد؟ فهذا الأمر هذا فعلا من الأمور التي تثيرني شخصيا، من الناحية الحفيظة يعني شخصيا. فهذا هو أن من المفارقات الغريبة جدا في تاريخ المغرب هو أن المغرب سينماه بدأت وثائقية لكنه انقطعت مع كان واحد إلا جينا نرجعوا للتاريخ تاع السينما في المغرب بغض النظر على الاستعمار والمستعمر وكذا وهذا، فالفعل السينمائي من بعد الاكتشاف ديالو مع الأخوين اللوميير راه أول تطبيق ديالو من التطبيقات المهمة ديالو بدات في المغرب وثائقيا وسينمائيا. ولكن هاد الهوة اللي حنا كنقلبوا عليها من الفاعل في هاد الهوة هذه، إلا جينا ندخلوا من الفاعل سيشغلنا الأمر عن شنو خصنا نديرو حنا. فزعما السؤال الافضل كذا الهوة راه كاينه زعما تحصيل حاصل لان كاين هو كاين فراغ كيف ما كاين في مجالات كثيره عاشت تاريخ المغرب. فبالتالي السينما والوثائقي والانتاج ليست استثناء، ما يمكنش تكون استثناء. ولكن الجميل هو ان بعد كما تكلمتي وهذا صحيح المد ان اصبحت صورتنا نحن كمغاربه او ثقافتنا نحن كمغاربه انتاجنا نحن كمغاربه اصبح يسوق لها الاخر في واحد المده زمنيه في واحد الفتره. فهذه الفتره فاش كنتكلموا على انتاجات الجزيره انتاجات القنوات لدى اصبح ورغم السلبي في هذا الامر هو اننا نرى انفسنا باعين الاخر. يعني آن الأول فعلا السؤال هو أن نرى أنفسنا بأنفسنا بعيوننا نحن، أن نكتشف ثقافتنا، أن نكتشف يعني أصولنا، أن نكتشف معالم وجودنا برؤيانا نحن بكاميراتنا، فهمتي، بسلاحنا نحن، بهذا السلاح هذا اللي احنا كنستخدموه نخرجوا فعلا نحن للواقع. كاين إكراهات الواقع، إكراهات الإنتاج. الصناعة السينمائية في المغرب كيف هي وكيف تجري وكيف محاورها، ارتهانها للدعم. وهذا في نظري أنا في رأيي الشخصي أكثر ما يجعل من السينما يعني لا تنطلق السينما في المغرب هو الإشكال هذا تاع الدعم غير منفتحة. ما عندناش صناعة، مازال ما عندنا صناعة. نهار تولي عندنا صناعة وثائقية تولي عندنا صناعة سينمائية فعلا، وهذا عكاظ هذا إن شاء الله هي داخلة في إطار إنتاج الصناعة فعلا. أن الشباب هم الوعي هذا هو الذي سيؤتت الخلق أو الصنع هذا المجال باش يفتح أمام الشباب فرصة. لان بعضهم فاش اسمحوا لي على فاش كيوليو عندك جوج حلقومات صعيب على انك باش ما كيكوناش عندك الخيارات بزاف، فبالتالي الافاق كتبان قدامك منسده وغير مفتوحه كذا. اما فاش كتنفتح امامك الافاق كما كان في الغرب كما كان في هذا، فالامر كيولي متاح للابداع، كيولي مجال فعلا متاح للابداع، كيولي حتى لا بدعتي كتقول عن خرج الاوتو برود كتولي الاوتو برود احسن من دابا اللي كيحرك هو الدعم ماشي الاوتو برود. فاش يولي الاوتو برود هو اللي كيحرك غنوليو نبدعوا غنوليو نرجعوا نوليو فعلا نشوفوا مغرب اخر، لان غير موضوع واحد يتناوله المشرقي او الغربي بعينه قد يختلف عندما تراه بزاويتك وبرؤيتك وبثقافتك وبتربيتك. لان كنقربوا نقيس شويه. تبارك الله عليك استاذ محمد. فقط كاكاديمي ويعني محتك الجامعة كأستاذ وكطالب قبل أن تكون أستاذ، شنو نصيحتك لأي شاب
عرفوا أن التوجيه يعني مرحلة مهمة في حياة أي طالب. نصيحتك لأي شاب يريد ولوج عالم صناعة الوثائقيات ودراسته قبل الاحتراف؟ النصيحة قد تكون معنكشة شوية كما يقولوا بالدارجة كذا، ولكن أنا تجربتي الشخصية الصراحة، تجربتي الشخصية هو أن بعض المرات المشكل اللي ممكن يوقع فيه الشاب هو أنه عندما يربط مساره الأكاديمي والمعرفي بالرزق، بالجيب، بالفلوس وكذا هنا. يعني الغاية فهمتي، المسار الأكاديمي ليس بالضرورة على أنه يفضي إلى المتاع الدنيوي أو إلى المتاع كذا. مزيان يكون طبيعة الحال هنا ماشي، ولكن كانت عندي واحد الفكرة رسخها الوالد رحمه الله، الله يرحمه في هذه الساعة المباركة. هو كان دائما كيقول لي واحد الكلمة، ومن بعد عاد دائما حتى الوالد كيدير التجارة شلح وأنا شلح طبيعة الحال، واخا غرباوي ولكن راه شلح فهمتي. كان كيقول لي عدد منافذ رزقك، عدد المنافذ تاع الرزق ديالك. بالتالي انا كنخدم مجموعه تاع يعني حتى في السينما حتى في كذا التدريس كذا في مجموعه تاع الامور، وحتى هذا خلاني في اريحيه حتى في المسار الاكاديمي الفعلي اللي خديت فيه الدكتوراه ومشيت فيه، من غير المسار السينما كذا اللي مشيت فيه كذلك حاصل فيه على الماستر وكنقلب فيه مثلا نزيد مازال نطور فيه، مازال دابا كنقرا، مازال لحد الان كنقلب على دكتوراه اخرى، مازال نقلب على مازال الشغف الدراسه العلم ما خصوش يتربط ولكن الا تجمعوا مزيان. انا حاولت نقرب شويه الانثروبولوجيا شويه للسينما شويه كذا، وتجمعوا شويه في واحد هذا وتعيش حياتك وتعيش واحد المسار. ولكن الا بغيتي واحد الحاجه غادي توصل ليها، هذا هو زعما الميساج بشكل بسيط بشكل سهل. الا بغيتي واحد الحاجه غادي توصل ليها، الا بغيتي تحقق ذاتك في واحد الاساس هو يكون عندك داك الشغف، يكون عندك داك الدافع، ولا تخشى من الفشل. اكبر عقبه ممكن توقع لاي شاب هو أنه يخاف من الفشل هو مسار طبيعي نحو النجاح. طيب الأصدقاء، الآن كان من المفروض أن نستقبل أحد الأصدقاء، واحد الزملاء الأعزاء، هو أيوب البوذادي، المخرج الشاب الطموح. تبارك الله عليك، شاب طموح. أنا شهدت على مسار مهم من التجربة ديالك مجال الإخراج. أولا بغيت نتعرفوا على أيوب، الشاب اللي دخل المجال ديال الإخراج، كيفاش كانت البدايات ديالك مع المجال، الاحتكاك ديالك، الصعوبات اللي واجهتيها كشاب بادئ في مجال غير سهل. اولا كنشكر سي سيفان على هذه الاستضافه هذه، وانا فرحان جدا انني نتشارك معكم واحد التجربه اللي واحد الوقت كانت غير في المخيله ديالي، وكل مره كنعاود نشوفها كنفكر كاع لي زيتاب اللي دزت منهم. حيت فاش كنقولوا مخرج اول حاجه الناس كيتفكروها هي ديك اكسيون، ولكن ديك اكسيون راه واحد اللحظه اللي بحال كنقولوا واحد الجليد اللي في البحر اللي الناس كيشوفوه غير الفوق، ولكن تحت منه كاين بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال العراقيل، بزاف ديال المشاكل. سيرتو في الديبي ديال ليستوار كيكونوا بزاف ديال المشاكل. وكيف كنعرفوا كلمه مخرج فهي مرادف ديال انه القائد، وباش تكون قائد ديال واحد المجموعه ويثيقوا فيك ويامنوا بالفكره ديالك وكلهم يكونوا كيتقاتلوا باش نخرجوا كاملين ايماج وحده، احساس واحد، لان فهمتي يكون غير في السيناريو يولي في الوجود. بالنسبه للتجربه ديالي، انا من مدينه عين تاوشطاط، من واحد المدينه اللي هي صغيره، اللي لا لونطوراج ديالي لا الناس اللي قرابين ليا ما كيعرفوا، زعما ما عندهمش علاقه بالسينما ولا يعني. باش غادي تجي واحد النهار وتقول انك غادي تختار السينما، كتكون اول حاجه الصعوبه ديال انك تقنع لونطوراج ديالك ولا العائله ديالك باش انك تولي تقول لهم انا راه غادي نولي مخرج. شي حاجه اللي اغلبيتنا ما كيقراوش الجينيريك، سيرتو فاش كندوي على شي واحد اللي ما كيكونش مهتم، ما عنده لاش يقرا الجينيريك. يعني فاش تقول لهم واحد الميتي اللي ما معروفاش بزاف، فكيكون داك التخوف، واش هادشي تقدر تعيش به، واش هذا مستقبل، ما كنعرفوا حتى شي واحد سبق له دارو. يعني اول تحدي كيكون هو انك تقنع الاسره ديالك والناس اللي دايرين بك، وتقنع راسك بعدا واش انت قادر تهز هذا الحمل هذا وتاخذ واحد التجربه اللي جديده عليك. وهذه هي اول صعوبه صراحه انا عشتها بعدا. داكشي علاش انا النهار الاول اختاريت انني نقرا في الاول الصحافه، ومن بعد نتخصص في الاوديو فيزيوال. وبالاوديو فيزيوال بديت كنخدم سبقنا كاع كنا في بجوج بينا في الراديو، ومن بعد منها بديت كان شويه بشويه كنحاول انني نرجع ونولي نحيي داك الشغف اللي كان عندي النهار الاول، حيت واحد الوقيته الاوديو فيزيوال بدات كتجرني. صافي، ومن
تقريبا نقول في 2019 وليت كنحاول انني نرجع ونحاول نيفيتي انني نكون مخرج اعلانات او لا دي فيديو كليب، حيت اشتغلت واحد المده تقريبا ديال 5 سنين ولا 6 سنين في غير في الكوميرسيال وفي لي كليب، وقلت واقيلا خصني نرجع للهدف الاول ونبرودوي اول فيلم ديالي. صراحه ما كانش هذا هو اول فيلم ديالي، ولكن علاش بغيت نتشاركوا معكم حيت كيدوي على نفس الحاجه اللي كاملين كنامنوا بها، اللي هي الحلم واللي هي التضحيات. وهنا في الفيلم كنشوفوا التضحيات ديال الاباء. وانا بالنسبه لي في الفيلم علاش ركزت على التضحيه ديال الاب ماشي التضحيه ديال الام، حيت كلنا عارفين ان الام كتضحي، ولكن ما عمرناش فينا الاب شنو كيضحي. وبعض المرات الاب ما كيكومونيكيش مع اولاده، كيقدر يكون كيدوز بزاف ديال الحوايج برا، ولكن ما غيقدرش يجي لدارو ويقول لهم انا راني تحقرت في الزنقه، فهمتي. وهذا الشيء ما كيكونوش كيعرفوه الاطفال ولا فهمتي حتى الشباب، كيكون كيشوف غير هو شنو اللي بوزوان ديالو، هو شنو باغي من الاب، ما كيشوفش هذيك الحاجه البسيطه اللي هو يقدر يقدمها ليه. راه بالنسبه ليه راه دار بزاف ديال التضحيات باش انه يقدر يجيبها لك، واخا تكون صغيره بالنسبه ليه راه كانت كبيره في المجهود اللي دار. هادشي اللي خلاني انني نفكر نكتب هذا الفيلم. هذا هو الكتابه ديالو كانت في 2015 ولكن ما تصورت 2020. يعني الفكره عاشت معايا تقريبا مده ديال 5 سنين. وهنا هنا كنرجعوا للصعوبه ديال ان شي حاجه تبقى عايشه فيك واحد المده ديال سنين وبالعكس ماشي تطفيها، ولكن تزيد تطورها عام على عام. كل بحال انت غادي في الحياه الواقعيه، وبعض المرات كتبقى جالس في القهوه كتشوف هذاك السيد وكتبقى تقول هذا هو البيرسوناج ديالو، كتبقى راد معاه البال. وهذا الشيء اللي نورمالمون زعما كيقدر يعيشوا المخرج، هو ان الحياه الواقعيه بالنسبه ليه ديما كتانسبيري الشخصيات عنده في عقله. صحيح، هي رؤية دائما المخرج رؤية مغايرة على رؤية الإنسان العادي. ودائما المخرج يرى من عدسة الكاميرا الخاصة به. كيفاش كتشوف مجال الإخراج في المغرب كشاب طموح ودخل المجال والصناعة الإخراجية في المغرب؟ هل ترتقي يعني الطموحات ديال الشباب، طموحات ديال تطور المجال بصفة عامة، المجال الفني والسينمائي والإخراج؟ الا قلنا ان فهمتي السينما في المغرب غادا في تطور، نقدروا نكونوا كنافقوا راسنا شويه، خصوصا اننا هذا العام المغرب ما كاين حتى شي فيلم كيمثل المغرب في كان، في مهرجان كان. يعني حتى شي فيلم ما كيمثل مترشح لا في المسابقه لا ولا في البانوراما. وهذا الشيء كيبين انه مؤخرا يقدر يكون توجه ولا ماشي توجه سينمائي ولا السينما دوتور اللي غتقدر نشوفوها كتمثل المغرب في بلدان اخرى، ولكن ولا اهتمام عنده علاقه بما هو مادي وكوميرسيال. افلام اللي كنشوفوهم تجاريه اللي بحال دي ساندويتش ديال المده ديالو واحد 2 سيمانات في لي صال السينما، يدخل واحد شويه ديال الفلوس وصافي ما غنعاودوش نشوفوهم، ما غنعاودوش ولكن واش ثقافتنا كنحاولوا اننا نبريزونطيوها في بلدان اخرين؟ واش السينما لوبجيكتيف ديالها اللي نورمالمون هو انه يكونوا فيها احاسيس ورسالات، واش كاين ولا ما كاينش؟ كنشوفوا انه بعض المرات في المغرب باقي شويه ديال. كيفاش كتشوف الأهمية ديال الإخراج في العملية الإبداعية بصفة عامة، العملية الفنية بصفة عامة؟ لأنه كاين ربما اللي غادي يقول أنه خصني فقط معدات، خصني فقط طاقم تصوير إلى آخره، ولكن فكرة الإخراج ما مقتنعش بها لدرجة كبيرة. يعني كيفاش كتشوف الدور الأساسي ديال المخرج؟ هو المخرج بحال كنقولوا هو القائد ديال واحد المجموعة. هو اللي غيقدر انه داك السيناريو دوك شي حاجة اللي مكتوبة غيردها احاسيس وغيعطيك واحد الريتم. شي نص مكتوب وغادي يعطيه واحد الريتم فوقاش غادي يكون الريتم اللي وقتاش غنقدر نشد المشاهد، وقتاش نخليه انه يتعاطف مع. بعض المرات كتعاطف مع المجرم. وهادو هما الحوايج، هادو هما بحال كنقولوا الحوايج اللي كيحاول ان المخرج يوصل لهم، هو ان داك السيناريو كيفاش يقدر يترجمه للصور، وكيفاش انك تقدر تيكيليبري بعدا ديجا في البلاطو عندك. كيف كنعرفوا ان فاش كتكون عندك ايكيب يقدر الممثل ديالك واحد الصباح يصبح ما عندوش لا مود، لا يقدر يصبح مريض، يقدر يوقعوا مشاكل في البلاطو. كيفاش انك تقدر انت كمخرج تحافظ على داك السيروره ديال المشروع،
وتوصل لوبجيكتيف اللي بعض المرات تقدر تكون بوحدك اللي مامن به وسط ليكيب ديال كاملين. بعض المرات كتلقى ليكيب اللي خدامين معاك ما مامنينش كاع بداكشي اللي كدير. ولكن كيفاش خصك تخلي ان داكشي اللي انت باغي يمشيو فيه باش تقدروا في الاخر توصلوا لواحد النتيجه. وهذيك القضيه ديال انك تكون قائد هي تقدر تكون مشكل في حد ذاتها الا بديتي كتخيل انك انت هو داك القائد ديال ان دوك الناس راهم جايين خدامين عندك. وهنا كطيح في داك الفخ ديال كتولي كتصفق بوحدك ودوك الناس كيديروا لك داكشي اللي داير لك خاطرك. في الاخير الا نجح المشروع فراه نجح بسبب دوك الناس، والا فشل فراه فشل بسبب دوك الناس. وتحاول انك تجاري السيتوياسيون والتحدي ديال الوقت، حيت المخرج العدو ديالو هو الوقت. بعض المرات تقدر تكون شي مشهد اللي كتخيلو في واحد الوقت بار اكزومبل كنقولوا ان عندك الغروب وانت كتشوف لي سيكونس اللي باقي كتصورهم في النهار مستحيل توصل للغروب، وسيرتو فاش كتكون الامكانيات اللي ما يمكنش تزيد نهار ولا تقول لا غد لي غادي نعاود نصور، ماشي مشكله ما صورتهاش اليوم ما نقدر نصورها نهار اخر. فكتولي كتحاول انك تادابطا مع السيتوياسيون. وهنا فين واش غتنجح تخلي نفس القالب ديال الفيلم واخا يوقعوا بزاف ديال التغيرات. بحال بعض المرات حتى الجو كيلعب ضدك، كتكون انت اول غتصور في ذاك النهار كتجي للبلاطو كتلقى بحال حنا انا واحد الفيلم كنت صورته وكنا صورناه في مدينه افران وفي الميتيو سيما انا وقبل كنا كنشوفوا باللي ما كاين لا شتا لا ثلج لا حتى حاجه. بقات 3 ايام تبدل الجو عطاونا باللي كاينه شتا. النهار بدينا التصوير يومين وحنا كنصوروا، النهار الثالث صبحنا فقنا صباح لقينا الدنيا بيضاء الثلج، وحنا باقيين عندنا بزاف ديال الحوايج نصوروهم في الاكستيريور. وكنعرفوا الراكور باش ما يمكنش واحد السيد شفناه كان في الدار طلع مشرجم كاينه الشمس ملي غيخرج يلقى الثلج. فهنا خصك انت كمخرج تحاول انك كيفاش تخلي القصه وتبدل غير بحال تبدل غير الاماكن وتحاول كيفاش تادابتي القصه بدوك لي سيتوياسيون اللي وقع، حيت الثلج ما غاديش يدوب في نص ساعه ولا في نهار ولا في يومين، فراه يقدر يجر لك واحد 3 ايام ولا 4 ايام اخرى. فهنا كيكونوا هنا كتشوف دوك التحديات ديال بصح ديال كمخرج واش تقدر تجيري كاع لي سيتوياسيون ولا في اول عقبه غادي تجي غتفشل وغتقول انا ما مساعفنيش الحظ، انا هادشي طرا لي عكس، انا فهمتي انا تبغيت نتصور عاد وقعوا لي مشاكل. نعم. من ناحيه الخلق الابداع الفني والافكار الخلاقه، واش كتشوف ان المخرج يعني يخضع دائما يعني المنظور ديالو الفكره ديالو، او لكن هناك مؤثرات خارجيه منها التسويق، منها ماذا يطلب المشاهد، منها التاثيرات الخارجيه، الثقافات الخارجيه الى اخره؟ هو بالنسبه لهاد القضيه ديال واش المخرج مزيان يتاثر بالثقافات الخارجيه، هذه من الحوايج اللي كيقدر يعيشهم بزاف د المخرجين، سيرتو فاش كتكون في الديبار ديالك وانك كتولي شي مخرج كيعجبك وكتبغي دير السينما ديالو. يقدر يكون بحال دابا نقولوا هو مخرج فرنسي وتبغي دير السينما ديالو في المغرب، فراك بحال كتخاطب واحد ديجا القصص ديالنا في المغرب ما يمكنش نشوفوهم برؤيه اللي ماشي مغربيه. فاحسن حاجه يقدر يدير الواحد هو انه يتشبع بالثقافه ديالو. وكيف قلت قبيله انني انا من مدينه عين توشط، يعني كبرت وسط فهمتي كما كنقولوا الطبقات اللي حنا كاملين كنعرفوها. فما غاديش تلقى هادشي اللي كنقول لا زعما عاطي في بالي، ما غاديش تلقى افلام اللي كنكتبهم عندهم علاقه بالطبقه البرجوازيه وفهمتي ديك الحياه بحال كنقولوا ديك الحياه اللي حنا ما كنشوفوهاش، واللي فاش كتجي تتفرج كتلقى بحال كنتفرج شي فيلم يقدر يكون تركي يقدر يكون. فيحاول ان اي واحد كيكتب شي حاجه او لا كيحاول انه يدير شي منتوج يكون قريب ليه باش يقدر يكون فاهمه اكثر ويعرف يناقشه اكثر. نعم. من ناحيه زاويه معالجه المخرج مواضيع معينه، واش انت مع انه يكون يعني معالجه المواضيع اللي هي تعتبر من الطابوهات، او المخرج خصو يترفع على هذه المواضيع هذه ويناقش امور اللي ممكن بين قوسين ترتفع بالوعي والثقافه ديال المشاهد؟ زعما صراحه ما كنشوفش ان المخرج ضروري خص ديما يبقى يقلب على الرساله في الاعمال ديالو. حيت بعض المرات نقدر ندير فيلم ما تكونش فيه رساله ولكن تكون فيه واحد القصه ولا بحال كما كنقولوا ماشي بالضروره نكون كنقلب على انني نوصل لك معلومات.
حيت السينما زعما ما عندهاش علاقه بما هو اخباري. وهنا فين كنرجعوا للافلام الوثائقيه. الفيلم الوثائقي والروبورتاج، هنا فين كيكون داك واش فيلم سينمائي، فيلم وثائقي سينمائي ولا روبورتاج. وهذا هو التساؤل اللي بزاف كيكونوا كيطرحوا فيه فاش كيكون كيصور الدوكيومونتير وكيبدا يقول واقيلا راني كنصور روبورتاج، واش هذا روبورتاج ولا وثائقي. حيت الروبورتاج نقدر نتبازا غير على انني نعطيك واحد المعلومات، ولكن فاش كندويو على الفيلم الوثائقي فهو كيكون عنده علاقه بالقصه اكثر ما انه عنده علاقه بمعلومات يتقالوا في الفيلم. طيب، كلمة أخيرة توجهها لكل من يرغب في ولوج مجال الإخراج من شباب ومن الدارسين أيضا لمجال الإخراج. في مجال الإخراج ولا مجال السينما بصفة عامة فهو مجال اللي كيحتاج شوية ديال الصبر والكفاح، وما عمرك تقول أنني وصلت وأنني أنا غير غندير هذا الفيلم راه غادي نوصل. حيت تقدر تكون شي حاجة شي فكرة في بالك كتقول النهار غنديرها غنوصل، والنهار كديرها وما كتمشي بيك فين كتشوتي وكتقول صافي هادشي ما صالحش ليا ولا الناس راه ما كيفهمونيش. حاول انك ديما تكون متصالح مع راسك، تجرب مره جوج ثلاثه حتى انك توصل للهدف ديالك. والكلمه الاخرى اللي نقدر نقولوا ان الله يسخر الاخ سفان في هذا المشروع هذا، ولينا كاملين كل واحد عنده شي حلم ان شاء الله يوصل ليه، والله يلقينا في ساعه الخير. شكرا لك أيوب، تبارك الله عليك، شكرا جزيلا، سعيدة. قبل ما نختم مع علي سعفان نطلب من الأستاذ هشام الموسوي أنه يتفضل معايا نذكروا على بعض الأمور الخاصة بعالم الجامعة. طيب، مرحبا بك يا أستاذ هشام الموسوي. بداية بغيو نتعرفوا على الأستاذ هشام، على المسار الدراسي والأكاديمي ديالو قبل ما نتطوروا في النقاش الى الماده اللي كتدرسها وعلاقات، يعني علاقات الجماليات بالسينما ككل وعلاقات بالطالب ايضا. طيب، السلام عليكم. سعيد جدا الحقيقه بهذا التواجد ديالي هنا. وبارك للسي علي هذا العمل هذا ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. بطبيعه الحال قبل ما نبدا دائما انا اقول واحد الكلمه عن سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وديما كانت كتعجبني ملي كنت يعني في العمر ديال 21 سنه وانا كناخذها وكنعمل بها، وكنبغي دائما اننا نقولها للطلبه عندي. سيدنا علي كيقول لك انا رجل اعيش بالامل على الامل، فان تحقق فبفضل الله، وان لم يتحقق فقد عشت به زمنا طويلا. وطبيعة الحال هذه حال الإنسان عامة في الحياة، وحال ما يجب أن يكون عليه المؤمن في الحياة ديالنا. والإنسان إن أراد أن يكون متفائلا وأن يعيش السعادة ودائما أنك تأمله في شيء، وأنه الشيء هو ماشي في حد ذاته. ربما دابا السي علي ماشي هذه اللحظة اللي هي مهمة، كما قال ابن حزم القرطاجاني وكأن الذي كنا نصر بكونه إذا أدركته النفس لفظ بلا معنى، بمعنى سعادة الإنسان في سعيه، أما عندما تصل في المسار. إذن أنا نسويتشي لعندي، بمعنى أنا مثلا كأستاذ الآن جامعي مسؤول على على إجازة تميز في السينما والكتابة الإبداعية، وعلى ماستر تميز في السيناريو والإخراج. ربما المسار والسيرورة هي اللي كانت أكثر بالنسبة لي سعادة، لأنني وأنا كنجري باش نوصل نحقق هذه المسألة. الآن وهي تحققت، ربما هناك أشياء أخرى أطمح لها، وربما ما حققه السي علي اليوم هو جزء من هذه الأشياء اللي أنا كنفرح بها، باعتبار أنه طالب من طلبة ديالنا النجباء اللي وصلوا لهذه الدرجة هذه. هشام موسوي هو ابن مدينة القمنيطرة، الأصول بطبيعة الحال من قلميمة صحراوي. قريت في هذه الكلية، وكما قال السي محمد قبيلة، يعني أنا عندما أدرس وكندير هذا الشيء كأنني غير كنرد لهذه الكلية شنو دات، لأن أنا خريج هذه الكلية، قريت فيها وهذا وتخرجت منها وعملت فيها، وبالتالي بالنسبة لي أنا فقط ما كندير شي حاجة أكثر من أنني كنرجع لهم هذاك الدين اللي هما يعني حملوني إياه. المسار ديالي
وهنا غادي مهم جدا. انا في البدايه في التكوين ديالي يعني انا تقلبت بين مجموعه من التكوينات. كنت في البدايه انا خريج يعني حاصل على البكالوريا علميه، من بعد قريت الفيزيك الشيمي في الجامعه، من بعد مشيت للتعليم ابتدائي، من بعد التعليم الابتدائي خديت دراسه اخرى وهي بديت كندرس في اللغه العربيه، حصلت على الاجازه في اللغه العربيه، مشيت للدراسات المقارنه، حصلت على دبلوم الدراسات العليا فيها. في المهنه غيرت وليت في التعليم الثانوي، وغيرت حتى الماده وليت كنقري التربيه الاسلاميه. ثم بعد ذلك حصلت على الدكتوراه ودرست بطبيعه الحال بالاضافه للغه العربيه في الثانوي والتربيه الاسلاميه. مشيت للمجال اخر، يعني حصلت على الدكتوراه ومشيت للمجال النقد الروائي. ثم بعد ذلك بقدرتي قادر اجد نفسي انني في مجال اللي هو اوسع، اللي هو الجماليات، لاجد نفسي انني وسط هذه المعمعه ديال السينما والاخراج والسيناريو هذا، وبالتالي ما كتمشي غير فين مشاك الله. لو قيل لي قبل اليوم انه غادي يكون هذا هو المستقبل ديالي او المسار ديالي، بطبيعه الحال لا قلت لاي واحد بانك انت واهم وكتحلم وخاصه دوك التغيرات اللي طرات. هذا مساري بطبيعه الحال. اليوم حنايا في الجامعه بطبيعه الحال ربما غادي لماذا الجامعه مشات للسينما؟ تعرفوا كاين اشكالات قبيله كنتي كطرحها، كاين واحد مجموعه الاشكالات عندنا في السينما المغربيه. عندنا سينما مغربيه لكن السينما مرتبطه بافراد، ما يمكنش نلغيو بان عندنا مخرجين كبار، عندنا افلام كبيره. مع انني انا نختلف مع السي ايوب، كان ماشي معيار. كنهضروا على اودي فاش كنديروا السينما شنو هو الفن؟ واش الفن من اجل الفن ولا الفن من اجل اشياء اخرى؟ واش كنهضروا على انه كاين معايير محدده يجب ان تكون او ما كاينش معايير؟ دونك ما بقاش واش خصها تكون رساله ولا ما خصهاش تكون رساله؟ اذا هاد الاشياء فاش يولي مفكر فيها ويولي هذاك الطالب كيقرا باش يفكر، ماشي كاسيون ديال انني نصور فيلم وما يوقعليش لي راكور وما يوقعليش كذا وما يوقعليش كذا. هذا تحصيل حاصل من بكري. المغاربه تبارك الله عليهم كيصوروا مزيان، وكاينين اللي خدامين برا وتبارك الله موجودين بواحد الشكل كبير. ولكن الاشكال اللي هو مطروح وعلاش الجامعه خصها تقوم بهذا الدور، وربما انه في السنوات المقبله خصها تكون الميزه، هي مساله انها خصنا نفكروا، خصنا نصنعوا الهويه المغربيه. كيفاش نصنعوا هذه الهويه المغربيه لما كناش كنجلسوا وكنقولوا ودي كيفاش بغينا هاد السينما تكون، كيفاش كذا، كيفاش هذا، كيفاش هذا، كيفاش هذا. واش عندنا تصورات، واش عندنا دستور كيحكمنا، رؤيه معينه. دونك حنا كنهضروا على ريوسنا باننا هويتنا هويه عربيه امازيغيه اندلسيه افريقيه، عندها الرافد اليهودي الى غير ذلك. هدفنا هو في السينما المغربيه، وهذا مهم جدا. لان فاش كنهضروا على الصناعات، دونك الى اي مدى واش عندنا سياسه بعدا؟ لا، باش نهضروا على الصناعات ما نهضروش على الصناعه هكا، خصنا نهضروا على السياسه. واش عندنا سياسه فنيه؟ لان فاش كنشوفوا الاتراك مثلا راه عندهم تصور. الان باش عرفنا حنا واحد المجموعه ديال الامور مرتبطه بما هو تاريخي ديالهم من خلال سينماهم. الان حنايا اين هو التاريخ ديالنا في السينما ديالنا؟ اين هو التاريخ ديالنا في الدعم؟ الان حنايا كنشوفوا بان عندنا مثلا المركز السينمائي كيدعم الافلام. واش ما نقدروش نديروا حنايا واحد الكوطه معينه باننا بغينا واحد النوع ديال الافلام اللي كتخدم الهويه المغربيه بواحد الشكل معين؟ ما تبقى ديروا اللي بغيتوا، ولكن على الاقل في اطار كما درنا في التوجهات كثيره مثلا بالمراه باش نديروا داك التمييز الايجابي، نطلبوا هذا التمييز الايجابي في هذا الاطار. هنا اسئله كبيره ما يمكنش تجاوب عليها المعاهد، ما يمكنش تجاوب عليها المراكز ديال التكوين المهني. الان الجامعه خصها تجاوب على هاد الامور هذه، مهم. وهذا بالنسبه لي التجربه ديال. نحصر معك النقاش استاذ هشام في جامعه بن طفيل والدور اللي كتشوفوا انها خصها تقوم به وكتقوم به حاليا، في اطار واش فقط مكتفي بالتكوين والتاطير ديال الشباب او لا يمتد الى تاطير ما بعد الحصول على الشهاده والولوج ربما الى المهنه؟ شوف، بالنسبه لنا احنا كجامعه مهم جدا اننا ناطروا الناس، اولا نمنحوهم المعرفه بعد، وهذا مهم جدا. لذلك ربما في التجربه ديالتنا والسي علي وعندنا واحد المجموعه الناس
الرهان ما كانش بالنسبه لنا فقط الطلبه اللي هما جاوا من السينما مباشره عندهم سميتو ويعطيو اهلهم. كنا كنراهن وربما سميتو كيعرفوها الطلبه مزيان، انا كنقول لهم اختاروا الطلبه اللي جاوا من الفرنسيه من العربيه من هذا باش يكونوا هما كمخرجين، بمعنى يعيشوا ديك التجربه ديالتهم هذا. دونك هذا مهم جدا بالنسبه لنا. سوق الشغل ما بيد حتى شي واحد، لكن على الاقل حنا مطالبين اننا نعطيو الفكر، نعطيو التصورات، نبني واحد سميتو. المساله ماشي بسيطه جدا كما كنشوفوها. هضروا قبيله الاخوه على مساله الدعم، هنا راه كانت واحد المساله اللي هما كان في واحد المرحله هناك احتكار، لان كل واحد كيقول لك هادشي راه ديالي وما خصش حتى واحد يدخل. حنا كنقولوا الان الحمد لله غير في جامعه بنو طفيل حنايا كاينين معنا مركز اخر ديال الاوديو فيزيوال حتى هما، والحمد لله مجموعه كيمشيو الطلبه يخدموا في الفيلم الوثائقي. كاين في كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه كذلك كيشتغلوا على صناعه المحتوى على الفيلم الوثائقي. كنقولوا الا كانت غير قنيطره فيها هذا الكم كامل، ارا نهضروا دابا على الكم بعدا يكون عندنا، وعاد من بعد الكيف غادي يجي بحال كنهضروا في هذاك الاطار ديال الديالكتيك. دونك الفكره المضاده وغادي تعطينا. دونك فاش يولي عندنا الكم اوتوماتيكمون غادي نوليو ندوزو لواحد المرحله شنو هو نهضروا على النوع. التجربه ديال القنيطره ما يميزها عن التجارب الاخرى صراحه ماشي هو السينما كتصوير او هو السيناريو. لان الاشكالات اللي كتكون عندنا دابا عندنا بزاف كنلاحظوها، انه الاشكال هو انه السيناريو اللي كيتقدم كيكونوا فيه مشاكل. علاش؟ لانه هو اجتهاد شخصي كما سي ايوب قبيله كان اجتهاد شخصي منه في السيناريو، تبارك الله الفيلم مزيان هكا. لكن تسمح لي سي ايوب نقول مثلا في السيناريو مثلا انا كواحد ذاك قبيله في الحوار كتقول هي فاش ناضت قالت لك بانه علاش انا فقدت اعز ما عندي وهي امي. الور هاد وهي امي اوتوماتيكمون فقدت اعز ما عندي فقدت امي. دونك فاش كتقولوا هي امك اوتوماتيكمون كانك شنو كدير؟ هي كتبان لي ما بقاتش كتمثل، ولات كتشرح لينا لو ديسكور اللي كدير. مثلا بحال هاد الحوايج حنا علاش شنو كنقولوا مهمين جدا. كنشوفوا مثلا الدراما المغربيه في بعض الاحيان شي حاجه كدير. علاش؟ لانه كنلقاو خلل على مستوى مثلا السرد. هاد الشيء فين كيتخدم في السيناريو. حنا ماشي المشكل ديال المصورين تبارك الله لي زانجينيور دو سون عندنا ديال التصوير، الرؤيه ديال واحد العدد المخرجين كاين، ولكن شنو المشكل هو السيناريو ما عندناش، ما كيتقراش. الكتابه الابداعيه ما كايناش في المغرب. التجربه في الجامعه المغربيه الكتابه الابداعيه هذه هي اول تجربه في الجامعه المغربيه ديال الكتابه الابداعيه. واش كنقولوا الكتابه الابداعيه بطبيعه الحال راه يكونبري راه بزاف د الحوايج، راه ما نكرهوش اننا نجيو نشوفوا الكتابه. مثلا فاش كنهضروا على التعليق الرياضي وكان لي بودكاست ما كرهناش، راه نوع من الابداع من الكتابه الابداعيه باش اننا نوصلوا لهذا المستوى اللي كنقولوا ديال الانسان كيقنع الجميع ويسمعوا له ويديروا هذا راه مستوى كرياتيف، راه ابداع. دونك هذاك الابداع كيفاش خصو يتقرا، والا كانت تجربه فرديه وتنتهي راه عندنا تجارب فرديه من شحال هذه كاينه في السينما وانتهت. اذا شنو خصنا نخلقوا هذاك التراكم. دونك تجربه قنيطره جايه في هذا الاطار، في اطار اننا كنحاولوا ما امكن. وحنا كنقولوها الاساتذه كنقولوا الا كان عندنا شي حاجه نقدروا نضيفوها ونعطيوها مزيان وتنفع في هذه البلاد هو على مستوى كتابه السيناريو. لان ما نقولوش الاخراج ولا كاين الناس لي زادك راه تبارك الله راه ناس راهم كيعطيو راه خدامين، لا سماك راه حتى هي كاينين، يعني كاين ناس كيديروا هذه الاشياء. ولكن على مستوى السيناريو، وكان فاش كنقول السيناريو الذي يحمل تصورات عميقه، بمعنى نرجعوا لها واش كاين فكر، ماشي كيستون ديال سيناريو تعطيه ليا ودير لي هكا وتمشي عطيني. هذيك السينما المؤلف اللي كنقولوا كيفاش ما تبقاش غير ديال واحد، ولكن تولي عندنا ناس يجيو. مثلا حنا دابا كنقولها للسي علي من دابا، حنا بالنسبه لنا الطلبه ديالنا خصهم يكونوا في هذا المعمعه معاك، في هذه المعمعه معاك، بمعنى انهم خصهم يجيو يكتبوا ويديروا هكا وتكون خلايا الكتابه، ونامنوا باننا ما كاينش الفردانيه، ما كاينش انا بوحدي وانا اللي كنعرف، وما كاينش المساله ديال انه انا غادي ندير الفكره والسيناريو والاخراج وندير كذا. هاد الحوايج هادو خصنا شويه نسمع. ممكن تكون راه ما كنقولوش راه ممكن حتى في الافلام مثلا في السينما العالميه راه كنلقاو غير بارفو شنو كنلقاو مول السيناريو راه قبل منه كاينه واحد الحاجه اخرى. واخا كنلقاو السيناريو والاخراج عند واحد ولا عند جوج، قبل منه كانت واحد الروايه، راه خدا واحد الروايه من عند شي واحد. يعني كاين واحد الروائي اللي خدم واحد الخدمه اللي هي بناء سردي محكم
وعطانا هكا وحولناه خداه الاخر. هذاك اللي دار السيناريو كتلقى دو بيرسون مثلا، وكتجي الاخراج كتلقى واحد من دوك الجوج هو اللي داير هكا نتمناو يكون. دونك انا بالنسبه لي هذه ما نطمح له سميتو في هذا المستوى. والا في الامور الاخرى تبارك الله راه سعفان راه جا، ما نقولوا حنايا اللي كونا راه جا واجد تبارك الله، باش ما نكونش راه جا تبارك الله. راه الدراري كيكون خليه سميتو كيجي المونتاج شهر كيجي كيحمقك في داكشي اللي غادي سميتو، راه يعطيك الاستاذ لي زابيسي. ولكن كيفاش دير الاسلوب ديالك هذاك الشأن مرتبط بك انت ومرتبط بالاشتغال ديالك. دونك حنا هذا هو واهم حاجه. حنا بغينا هذه الحركيه، هذه الحركيه تكون. كل ما كانت هذه الحركيه غنفرضوا نطرحوا اسئله، غنفرضوا نتوجهوا، غنوليو نقولوا ودي بغينا سينما مغربيه سميتو، غنوليو نقولوا راه ما كايناش السينما غير عند فلان وفلان وفلان، ما كايناش غير عند واحد المعهد. لان فاش كنوليو عند واحد المعهد كنوليو اننا كنخليو الامور غير في واحد الاتجاه، بل اكثر من ذلك كتكاناليزا في واحد الاتجاه معين اللي حنا ربما لا علاقه له بهويتك انت كمغربي. ولكن فاش كتولي كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا، دونك حنا شنو كنوليو انه الانسان عنده الاختيار، عنده الاختيار، وكيولي بانه البقاء للاصلح والافضل. هذا هو التجربه. طيب نختم معك استاذ هشام بالرؤيه ديالك والتصور ديالك لمستقبل الصناعه السينمائيه في المغرب، كيفاش كتشوفوا من نظرتك الخاصه؟ انا متفائل. انا قلت لك انا من الناس الذين يعيشون بالامل على الامل. انا بالنسبه لي فاش كنشوف نعطيك تجربتنا حنايا دابا سنتين ياك السي علي، سنتين عندنا ناس الاجازه اللي شدوا الاجازه، عندنا الناس دابا راهم في السي علي واحد المجموعه في الماستر ديال سيناريو الاخراج. غادي ندور هكا نشوف الطلبه اللي عندي. كاينه طالبه دات في الفيلم الوثائقي الجزيره دات الجائزه وللاشاره. تذكروا فاش كنا طرحنا ناقشنا الفيلم قبل زميل باش صوراته ما بصفر درهم بكاميرا ديالتها كانت خداتها بشي 3000 ولا شي حاجه بحال هكا، 3000 ولا 4000، وصورات ومشات وخدات الجائزه ديال الجزيره الوثائقيه. الموضوع هو شبيه بهذا الشيء اللي قدم السي علي. الموضوع هو انك تحكي على واحد العمه ديالتها وحياتها وكيفاش ولات عايشه بوحدها وهذا وسميتو. ادخل غير الجزيره دير عصماء عدناني وغادي هذه طالبه عندنا. فاش كنشوف بان عندنا طالب حتى هو اللي دا مثلا الجائزه ديال سميتو ديال افلام المدارس، انس زماطي وسينما المؤلف، ودا في مصر، ودا في واحد المجموعه. اذا انا ما يمكن الا وكنشوف واحد المجموعه ديال الناس اللي عندهم واحد التجارب كبيره داخل سميتو، سواء مثلا في التمثيل سواء في هذا داخل هذه الافواج. وشوف وكنقول بان وصلنا درنا واحد السنه الماضيه درنا تقريبا 14 فيلم بين الوثائقي وبين الفيكسيون وبين التخيلي. اذا الا درنا بهذا الشيء بامكانيات جد 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 هزيله، وحنا ما نغطيوش نقولوا بانه حنا سميتو جد جد هزيله، لان هنا الاشكال ديال الدعم اللي قال، لانه تجربتك فاش كتكون انت بوحدك كتنجحها لانها حدودها وسقفها المادي محدود. ولكن فاش كتبغي انك تطور الاشياء وتاسسها هنا كتطرح اشكاليات، كيبداو يخرجوا لك شي امور اللي انت لا قبل لك بها. علاش؟ لانه راه ما يمكنش ناس كيفاش غادي دير فيلم ولا دير شي حاجه اللي هي تولي نتايا ديبون مرتبط باشياء اخرى، واش يتعطى لك الدعم ولا ما يتعطالكش، واش يقبلوا لك ديك الفكره ولا مثلا واش غادي تمشي تحط راه ناس كثار من هاد الطلبه اللي عندنا مخرجين وحطوا طلبات ديال الدعم الافلام اللي هما عندهم قيمتهم ومشاو تحطوا ابار ما تاخذوش بعين الاعتبار. ولكن مع ذلك انا بالنسبه لي كنقول بانه ما يمكن ما يكون قدام غير ما هو احسن. علاش؟ لانه اون فوا يكونوا هاد الناس كيخرجوا عندك في المغرب، لان ما بقاش غير قنيطره، كاينه قنيطره، كاينه تطوان، كاين في الرباط ماستر، كاين الان في المحمديه، كاين في بني ملال، كاين في الرشيديه. هادو كلهم هاد الجامعات كنهضر على الجامعات كلهم، لان قبل كانت ورزازات اللي عندنا سميتو التكوين المهني، عندنا البي تي اس ديال سميتو هنا في الرباط، عندنا الانصاد المحمديه، كاين الاسماء هادو، ولكن كلهم مرتبطين بياش بانهم معاهد. هنا التحول هو اننا كنمشيو في اتجاهات اخرى، اي توجدوا اطارح ديال الدكتوراه. حنا نولي هادو مثلا بحال هاد الطلبه اللي عندنا هنا في قنيطره هما غيكونوا الاولين اللي هما قاريين السينما دو ا زد، لان حتى الناس اللي داروا الدكتوراه في السينما
هما ناس اللي كما اما قراو الاداب او علم الاجتماع او شي حاجه ومن بعد حتى الدكتوراه، او كاين بعض منهم وهومانيست كاين اللي جابها من برا، وقله قليله ولكن الاغلبيه كنلقاوهم بانهم في هذا الاتجاه. اذا انا بالنسبه لي ما سياتي غيكون مزيان ان شاء الله، غيكون مزيان، وما عندنا الا نتفائلوا وما خصنا الا نتفائلوا باش نزيدوا السميت. دونك انا بالنسبه لي متفائل جدا في هذا الموضوع. شكرا جزيلا دكتور هشام الموسوي على الحضور ديالك وعلى تلبية الدعوة وعلى الكلام ديالك والنظرة التفاؤلية. الله يخليك، شكرا جزيلا. وسمحوا لي حنا كان اساتذه رسم لنا الهضره، كنجلسوا كتبان لينا كناخذوا راحتنا في الهضره. وهذا هنيئا لك سي علي، هنيئا للجميع. جد سعيد انني شفت بعض الوجوه اللي هذه مده ما شفتهاش، ونتمنى لكم التوفيق وشكرا لك ولا الاستقبال ديالك. البداية كانت معك سي علي، والختام معك إن شاء الله ختامه مسك. بكلمة لك. والله الواحد يحس بحب كبير جدا كما قلت منذ البداية عندما يرى أحبابه ويلمس في ملامح هذه الوجوه الجميلة الحب والمودة وتعبيرات الصداقة والحب. أقول لكل هؤلاء لمن حضر شكرا جزيلا، شكرا لمن حضر كل باسمه، شكرا لأصدقائي كل باسمه الذين ساهروا على التنظيم، سيدي محمد والسي جبران ولالا شيماء وسيدي أشرف، ويعني لمن نسيت اسمه فليعذرني. فهذا مكانكم، يمكنكم أن تأتوا من أجل أن تبدعوا كيفما شئتم. هذا مكانكم الذي أنشأته صراحة لأبدع فيه، لكنني أريد أن أتشاركه معكم من أجل أن نصنع شيئا هادفا ويمثلنا جميعا ويتحدث عن قصصنا وعن مجتمعنا وعن يعني حكاياتنا المختلفة. فكلمة أخيرة أقول شكرا لكم، يعني هذه هي الكلمة الأخيرة. شكرا للصديق كذلك، شكرا لصديقي الصديق الذي تجمعني به علاقة منذ زمن، جمعنا الميكروفون في إذاعة مدينة FM. شكرا جزيلا لك سي الصديق على قبولك الحضور والتقديم. ولا ننسى صراحة لا ننسى إخواننا في فلسطين الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليهم برحمته وأن يفك عنهم هذا الابتلاء. فقلوبنا جميعا مع إخواننا في فلسطين وفي غزة بالتحديد، وشكرا جزيلا لكم. الآن حفل شيء بدون شيء بالعصير إن شاء الله.